هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. فيلمنا بيبدأ سنة 1944 وهم الألمان محبطين في الحرب، فقرروا انهم يلجأوا للسحر الاسود علشان يستدعوا كائنات فضائية تساعدهم في حربهم. والعالم ده اسمه بروفيسور بروم، وعرف المخطط القذر اللي الألمان عاوزة تعمله، وعلشان كده في مجموعة من الجيش اتحركت معاه وراحوا للموقع اللي الألمان بيعملوا فيه سحرهم الاسود علشان يفتحوا ثقب في الفضاء. لكن للأسف كانوا متأخرين شوية، لأن إيفان الساحر الألماني خلاص فتح بوابة في الفضاء، وفي كشاف نور راح للفضاء وخبط في الكائن العملاق ده اللي كان في حالة سبات، لكن صحي خلاص من نومه، والجيش اللي مع بروفيسور بروم اتدخلوا بسرعة. وبعد ما نجحوا انهم يقفلوا الثقب الفضائي، لقوا العسكري الالماني اللي كلهم خايفين منه مقتول بسبب الانفجار، لكن بعد لحظات لقوه اختفى من مكانه. وبروم قال لهم هيظهر تاني لكن مش دلوقتي، وطلب من الجنود يبداوا يبحثوا في المكان عن اي كائن فضائي ممكن يكون دخل عن طريق البوابه اللي اتفتحت. وفعلا لقوا الكائن ده، وكان يشبه القرود لكن لونه احمر، وكان خايف والكل عاوز يقتله، لكن بروفيسور بروم منعهم وقرر انه هيربيه. والكل كان فرحان بيه جدا، لانه مهما كان يعني شكله طفل، لسه طفل. ووقفوا يتصوروا معاه، وبعد سنين طويلة فاتت في مجموعة ألمان طلبوا من واحد يوصلهم لمكان بيقال انه بيحصل فيه اعمال سحر اسود. والشخص ده بعد ما وصلهم ما كانش يعرف انهم ألمان، لكن اكتشف المعلومة دي وهو بيموت، واللي قتله يبقى الضابط الألماني اللي المفروض مات لكن اختفى، واسمه كارل. والراجل اللي اتقتل دمه اتصفى لحد ما الشخص ده رجع اتولد تاني من دمه، والشخص ده يبقى إيفان الساحر الألماني اللي كان بيحاول يفتح بوابة للفضاء واتسحب فيها ومات. لكن زي ما شفتوا كده رجعوه تاني بسحرهم الاسود. وده بروفيسور بروم بعد ما كبر وبقى كله امراض، ومنهم ورم خبيث في شوية اعضاء في جسمه. وطبعا ربنا ما يورينا ولا يوريكم اي حاجة وحشة يا اعزائي المشاهدين. المهم ان بروفيسور بروم عرف انه في الاحسن الاحوال هيعيش 6 اسابيع بس، وده المحقق جون، والمفروض انه رايح يستلم وظيفة جديدة في قسم الخوارق الطبيعية. وقابل البروفيسور بروم لانه هو اللي طالبه، وجون شاف السمكة دي فخاف، وخاصة لانها بتتكلم وكمان بتشوف حاجات من المستقبل والماضي. وبروم قال له لقينا السمكة دي في غرفة سرية في مستشفى في واشنطن، وبالمناسبة انا هبقى اعمل لكم الفيلم الخاص بيها قريب باذن الله. المهم ان بروم خد جون وراح بيه لغرفة ريد، لكن ما دخلش معاه، وجون اضطر يدخل للغرفة مع حارس الامن اللي قال له انت هتكون اشبه بالمربية بتاعته. وجون لما شافه اتصدم، لانه ما كانش معتقد ان وجوده حقيقي، وكان مفكره مجرد خيال علمي معمول في الصور بتاعة الكوميكس مش اكتر. وده لان الحكومة خفية عن الانظار ووجوده سري جدا. وبعد ما اتعرفوا على بعض جرس الانذار ضرب، وده معناه ان في مهمة لريد ولازم ينفذها. وراحوا فعلا لمكان المهمة، وريد دخل وقفل على نفسه مع الهدف اللي المفروض رايح يخلص. وطبعا ريد ما عرفش يقتله غير بالحرق. والكائن الغريب ده بعد ما مات طلع منه طاقة لونها اخضر واتقسمت لنصين، وما اظنش ان ده مبشر بالخير نهائي، لان الطاقة دي راحت عند ايفان اللي حولها لوحشين 2 من نفس الكائن الغريب ده. وريد بعد ما خلص مهمته قرر انه يروح يشوف دي، ودي تبقى حبيبة القلب واسمها ليز، وهي خرجت علشان تقابله، فانتبهت ان دراعه مصابة، لكن هو مهتمش وقال لها انا هنا علشان عاوز اشوفك. والبروفيسور دخل لموقع الجريمة اللي كان فيه الوحش الغريب ده علشان يبدأ تحقيقاته، لكن السمكة خلص كل التحقيقات بسرعة، لانه اول ما لمس حاجة من موقع الجريمة عرف كل اللي حصل، وكمان لمس البروفيسور علشان يشوف اللي حصل بعينه. والبروفيسور شاف كارل الضابط الألماني وهو بيكسر تمثال يعتبر من أهم الآثار اللي في المتحف، لأنه جواه عبوة مهمة جدا. ولما خدوها لقوا حواليهم شوية حراس، لكن كارل خلص عليهم بكل بساطة لأنه ما بيموتش أصلا. وإيفان الساحر وصل وخد اللي في العبوة دي، وكانوا عبارة عن دموع آلاف الشياطين، وعمل عليهم تعويذة سحر اسود، وبسبب التعويذة اتكون من الدموع دي الكائن المرعب اللي ريد قتله. وكمان من ضمن التعويذة ان لو الكائن ده مات منه واحد يتولد من روحه 2 زيه. وريد طلب من ليز ترجع تعيش معاه، لكن رفضت وقالت له لو بتهتم الامر ما ترجعش هنا تاني، وده لاني مبسوطة في مكاني. وريد رجع تاني للمقر بتاعه، والسمكة بدأ يفحص اصابة دراعه، فلقى ان الكائن ده بط في دراعه 3 بيضات،
والبروفيسور برون لما شاف كده امر ريد ياخد معاه مجموعه ضباط ويروح لاخر مكان الكائن مات فيه، وده علشان يبحثوا لو كان باض في اي مكان تاني ويدمروه. وليز وهي نايمه ايفان راح لها وعمل عليها تعويذه فشتت افكارها وخلاها ما تقدرش تسيطر على قوتها، والنار بدات تطلع من جسمها بشكل عشوائي لحد ما حرقت غرفتها بالكامل وطلعت طاقه قويه جدا، فعملت انفجار مرعب دمر الدار اللي هي عايشه فيه بالكامل. ومن وقتها وهي ليز كره نفسها وحياتها وقررت تنعزل وبطلت تتواصل مع اي حد. وجون قرر انه يروح يحاول معاها ويخرجها من الجو الكآبه اللي هي عايشه فيه، وفعلا نجح في كده وقدر انه يخليها تتكلم وتتناقش معاه، وكمان خدها علشان تعيش معاهم في المنشاه الحكوميه اللي ريد عايش فيها. وريد وصل وهو مع السمكه وثلاث ضباط علشان يشوفوا لو الكائن ده سايب وراه اي بيض، والسمكه حس بوجود البيض ورا الجدار ده، وريد قرر انه يتعامل ودمر الجدار بكل بساطه. لكن المشكله ان كارل سمعهم وهم بيدمروا الجدار فراح علشان يوقفهم، والسمكه عرف ان البيض موجود تحت الصرف اللي في الارض فقرر ان هو اللي هينزل علشان يدمره. وريد اتفاجئ بكارل في وشه فراح وراه بسرعه علشان يقتله، لكن كارل استدرجه بعيد عن باقي المجموعه اللي معاه، والسمكه تحت لقى عش بيض كامل وكان هيدمره، لكن لقى واحد من الكائنات دي في ظهره وهاجمه، والسمكه خاف منه وحاول يهرب لكن اتصاب بس عرف يهرب في الاخر. وفوق في 2 من الضباط لقوا الكائنات دي في وشهم، ومن غبائهم اعتقدوا انهم ممكن يقتلوهم، بس غبائهم اتسبب في انهم ماتوا خلاص. وريد وهو بيبحث عن كارل لقى واحد من الكائنات الغريبه دي في وشه فاستغرب لانه اعتقد انه قتله قبل كده، بس ما يمنعش انه دخل معاه في وبعد ما ريد قتله كالعادة طلع منه طاقة اتقسمت لاتنين برضو، وكمان البيض بتاعهم اللي السمكة كان هيدمره بدأ يفقس وطلع كائنات شبههم بس صغيرة. واخر ضابط كان قاعد مستني ريد وفجأة لقى كارل نازل في وشه فحاول يقتله، لكن كالعادة كارل ما بيموتش وقتل الضابط اللي هو المفروض صاحب ريد، وبعد ما قتله عمل نفسه مات هو كمان ونام جنبه. وريد وصل عندهم بسبب صوت ضرب النار ولقى صاحبه ميت فحزن عليه جدا وحاول يطلب اي دعم، لكن محدش رد عليه لانه كلهم ماتوا. ومانينج رئيس جهاز المخابرات راح لريد علشان يهينه شويه لانه فشل في مهمته وكمان اتسبب في موت ضباط كانوا معتمدين عليه، وقالوا المشكله انك لما تقتل الوحوش كلهم هيتبقى وحش واحد وهو انت. وريد اتعصب منه فتهور عليه، ومانينج بعد ما كان واثق في نفسه قوي قلب فرخه فجاه وهرب من المكان وهو مرعوب. وريد شاف ان ليز رجعت تاني للمقر ففرح جدا وشكر جون علشان رجعها، بس من الواضح ان جون بقى معجب هو كمان بليز وبيحاول يخليها تحبه هو، وطلب منها تخرج معاه علشان تغير جوها شويه. وريد عرف ان جون وليز هيخرجوا مع بعض فتعصب، وفي نفس الوقت بروفيسور بروم بيفحص جثه كارل اللي ما بيموتش واستغرب من منظره لانه شبه متحنط والمفروض يكون ميت اصلا. ولما خلص فحص فيه شاف الورقه اللي معاه وكان مكتوب فيها عنوان لمكان. وريد راح ورا جون وليز وبدا يراقبهم في صمت وهو متضايق لانه بيحب ليز اكتر من نفسه، ولما شافها صورته ده في حد ذاته عصبه اكتر. وكارل قام لانه ما كانش مات اصلا ولبس الطقم بتاعه ورجع تاني مجهز للقتل. وريد لسه بيراقبهم من على سطح بيته وفي طفل شافه ففرح بيه وقعد معاه. وريد من كتر ما هو متعصب من جون ضربه بحجر في راسه وكان هيفتح حاله. والبروفيسور لقى كارل داخل عليه ولما بص وراه لقى ايفان قاعد وراه، وايفان قرب من البروفيسور ولمس راسه علشان يوريه جزء من دمار الارض في المستقبل على ايد ريد، وده لان هو اللي هيفتح البوابه للكائنات اللي عاوزه تدمر الارض بايده اللي هي اصلا مفتاح البوابه. والبروفيسور قال له اعمل اللي انت جاي علشانه بسرعه، وفعلا كارل بكل بساطه قتل البروفيسور. وفي فرقه راحت بسرعه عند جون وليز وبلغتهم بموت البروفيسور، وريد سمع الخبر فرح بسرعه علشان يشوف البروفيسور وكان حزين جدا على موته، وده لانه يعتبر ابوه، وقرر انه ينفصل عن اي حد يعرفه وامتنع عن الكلام لمده اسبوع لحد ما ليز راحت له فوافق يكلمها وقالت له ان في مهمه الفريق هيطلعها وهي عاوزه تروح معاه. وريد قال لها انا بحبك ومستعد اعمل اي حاجه علشان تكوني مبسوطه، لكن شكلي ده انا مش عارف اغير فيه حاجه، وهم حاجتين اللي هوعدك بيهم، الاولى ان شكلي مش هيتغير والتانية مش هتخلى عنك ابدا. وكلهم اتحركوا علشان ينفذوا مهمه قتل الكائنات الغريبه دي بالكامل، وكان لازم يقتلوهم كلهم مره واحده مع بعض. وراحوا للعنوان اللي كان مكتوب في الورقه اللي البروفيسور شافها مع كارل، بس ما عرفوش يروحوا فين بعد كده. وريد قرر انه يتصرف وراح لمقبره مؤسس المكان ده وفتح المقبره وعمل عليه تعويذه فصحى تاني، وكان عباره عن هيكل عظمي وشالوا على ظهره علشان يوصف لهم المكان اللي المفروض يمشوا منه.
وده كان شكل الفريق بعد ما شافوا المنظر، وكلهم مشوا ورا توجيهات الهيكل العظمي لحد ما دخلوا المبنى قديم. وريد قال لهم اهم حاجه ما ننفصلش عن بعض، لكن اول ما قال كده المكان طلع حوائط عملاقه بينهم فانفصلوا عن بعض، وكل واحد فيهم اضطر يمشي من طريق، وده منظر الطريق اللي ريد مشي منه. لكن في النهايه عرف يهرب وشاف كارل في وشه فقرب منه في صمت علشان يقتله وينتقم للبروفيسور، لكن كارل سمع صوت مانينج واستعد. والطريق اللي جون وليز مشيوا منه كان ده نهايته، ولقوا الوحوش دي كلها في وشهم فخافوا وطلبوا الدعم، ومن حسن حظهم ان ريد كان فوق راسهم فدمر السقف ونزل فوقهم بالظبط. وبعد اللي حصل كلهم اغمى عليهم، ولما فاقوا لقوا نفسهم متربطين بسلاسل، وايفان واقف قدام ليز وطلب من ريد انه ينطق اسمه الحقيقي علشان يتحول لريد الشرير ويفتح البوابه. ولما ريد رفض، ايفان امتص روح ليز وقال له لو عاوزها ترجع لازم تفتح البوابه. وريد استسلم وقرر انه ينفذ طلب ايفان ويفتح البوابه علشان ينقذ حبيبته، ونطق اسمه وبعدها بدا يتحول لشكله الشرير، وراح عند اول قفل وفتحه من ايده اللي هي عباره عن مفتاح دي. والكائنات الفضائيه خرجت من سباتها علشان تنزل الارض، لكن كانوا محتاجين القفل التاني يتفتح علشان البوابه تبقى اكبر. وجون لحق ريد ورمى عليه السلسله بتاعت البروفيسور علشان يفتكر انه طيب، وريد فعلا افتكر حقيقته وقرر انه يقف في صف الخير وكسر قرونه فدمر البوابه خالص. وبكده الوحوش ما عرفتش تعدي، وكمان غرز قرن من قرونه في ايفان علشان يقتله. ولما خلص عليه خد ليز وخرج من المكان هو وجون، لانهم لو ايفان بيتحول لكائن مرعب، والكائن ده خرج صغير لكن في وقت بسيط جدا بقى عملاق بحجم مبنى. وريد وصل ليز لمكان امن وملحقش يرجع لان الكائن هو اللي سحبه، وفضل يلعب بيه شويه ويرميه من مكان لمكان لحد ما هانه وما سابش فيه حته سليمه. وريد قاوم شويه مع الكائن ده لحد ما خد حزام قنابل كامل وساب الكائن ياخده وياكله، وده علشان ياكل القنابل معاه. وفعلا القنابل انفجرت في بطنه فدمرته وبقى عباره عن 100 قطعه. وريد رجع بسرعه لليز علشان يطمن عليها، لكن ما كانتش بتنطق. بس بعد لحظات فاقت ورجعت تاني كأنها كان مغمى عليها مش اكتر. بس في المرة دي بقى بتحب ريد وقررت انها مش هتتخلى عنه. وجون كان حزين لكن ما قدرش يظهر حزنه لان ريد ممكن يعمل معاه الغلط او يعني يزعله بقرونه مثلا.